تبدأ الحلقة بتوتر قوي لما طلال وعزيز يروحون لبيت نغم عشان يتأكدون هل فعلا في أحد يراقبها. أول ما يوصلون يشوفون سيارة واقفة بشكل مريب قدام البيت وفيها شخص يراقب. طلال وعزيز يحاولون يوقفونه لكن الرجال يهرب بسرعة وما يقدرون يمسكونه. بهاللحظة تطلع نغم وتسألهم وش السالفة، فيقول لها طلال إن في واحد يراقبها. نغم تقول إنها حاسة بهالشي من قبل وتسأله مين اللي مرسله، فيقول لها بدر، ويشرح لها إن نوال شافته وهو يلاحقها يوم راحت لبيت أبوها سلطان. في مشهد تاني نواف يروح عند سلطان ويطمن عليه وعلى نوال وعزوز، وبعدها يقول له إن أمه كلمته وقالت له يساعد سلطان يدور شغل. نواف يقترح عليه يشتغل في مطعم لكن سلطان يرفض ويقول له إنه يبي يعتمد على نفسه وما يبي أحد يشفق عليه. يقول له هذا رزقي وأنا اللي أبحث عنه، بس فكر في كلامك. في نفس الوقت الخادم يروح عند بدر ويقول له إنه طلال لاحقه ولكنه ما قدر يمسكه. بدر يكون معصب بس يقول له إنه طلال ما يهمه، اللي يهمه نغم، ويقول بجملة تخوف أيامها الحلوة قربت تخلص، وكأنه يلمح إنه ناوي لها على شيء خطير. نوال تتصل بطلال وتسأله لقيته اللي كان يراقب نغم، فيقول لها نعم شفناه بس هرب. تشكره لأنها نبهتهم وتقول له إذا صار شيء جديد عن بدر علمني، ويقول لها إن شاء الله إن شاء الله. في مشهد ثاني فهد يدخل على زياد في غرفته ويلاحظ إنه متضايق، يسأله وش فيه. بالبداية زياد ما يبي يتكلم بس فهد يضغط عليه ويقول له أنا صديقك. وقتها زياد يعترف إنه تشاجر مع زبون في المطعم لأنه الزبون كان يسأل ليه جوري ما غنت معهم. زياد يقول له إنه الزبون استفزه وتعركه. فهد ينصحه يسيطر على أعصابه، لكن زياد يقول إنه مثل أبوه سلطان إذا عصب ما يعرف يوقف، وفهد يحاول يشجعه إنه يقدر يتغير. أما مشعل وإبراهيم فيجتمعون في مطعم ويتكلمون عن خطتهم. مشعل يقول لإبراهيم إنهم لازم يقتلون فهد بكرة عشان يقدرون يوصلون لملايين سلمة. إبراهيم يكون متردد وخايف، لكن مشعل يقول له ما عندنا خيار ثاني. نوال ترجع البيت بعد ما اشترت الأثاث اللي كان سلطان باعه، وسلطان يتفاجأ ويسألها من وين جابت الأثاث. تقول له اشترته من نفس الشخص وبنفس السعر، وتلومه لأنه باع أغراض البيت وهم محتاجينها خاصة عشان عزوز. سلطان يعصب ويقول لها صرفتي كل الفلوس وش بياكل ولدنا، فترد عليه أنت الرجل روح دور لك شغل. بعدها تدخل الجدة وتشجعه يروح يشتغل بالمطعم اللي قال عنه نواف وتعطي شوي فلوس، لكنه يرفض ويقول اللي أبيه بس دعواتك. خولة تروح عند سلمى تهنيها بزواجها من مشعل، وفهد يقول لها إن السواق بإجازة فبيجي هو يرجعها. ريان بعد يروح معهم. في نفس الوقت نغم تروح لنوال وتقول لها ابتعدي عن طلال وإلا بقول لأبويا كل شيء. نوال ترد عليها ببرود وإنت متزوجة من بدر وش دخلك بطلال، وتقول لها إنها هي اللي بتقول لسلطان، فتغضب نغم وتطلع. بعد ما يخلص الحفل سلمى تتصل بفهد وتقول له تعال خد خولة. فهد يطلع بالسيارة وهو ما يدري إن إبراهيم يتبعه من وراء. فجأة إبراهيم يصدمه من الخلف بقوة وتنحرف سيارة فهد وتطيح من الجرف. ينقلون فهد للمستشفى وهو بحالة حرجة. خولة تجي مسرعة وهي منهارة، تطلب تشوفه لكن يقولون لها حالته خطيرة. وبعد محاولات الأطباء يطلع الطبيب ويقول لهم الخبر الصادم، فهد توفى. خولة تنصدم وتطيح مغشي عليها، وزياد وزينة يمسكونها والكل في صدمة، وريان يبكي بحرقة. أما مشعل فيكون مبسوط وينبسط بالخطة ويشكر إبراهيم ويقول له الحين جاء دور سلمى عشان ناخذ كل شيء منها. وفي آخر الحلقة تجي وصية فهد للعائلة ويقول الشخص اللي يقرأها إن 55% من أسهم الشركة باسم خولة و54% باسم سلمى، وكل البيوت والعقارات باسم خولة. وهكذا تنتهي الحلقة على صدمة كبيرة ومصيبة تغير مصير الجميع، وتبدأ مرحلة جديدة مليانة صراعات وأسرار وخطر.